عارفين احنا ليه بنحب الدكتور عاطف وبنبقى عايزين نطبطب عليه ونقول له كلمة معلش اللي هي ما بتعملش حاجة من أساسه؟ لأنه بيمثل كتير من الشباب اللي بيتصدموا بواقع الحياة العملية. عاطف مش موجود في الطب بس، لأ، عاطف موجود في كل مجالات الدنيا. أي حد زي عاطف أول ما بيتصدم بالواقع بيسأل نفسه: هو أنا ليه درست كل ده؟ هو أنا ليه تعبت كل ده؟ هو أنا ضيعت من إيديا فرص كتير قوي عشان أستمتع بمراحل حياتي، وكل ده على أمل عشان لما أبدأ مستقبلي المهني يكون نوعا ما مشرق زي ما بيقولوا، لكن للأسف بيكون عكس أحلامنا تماما. بتقابل اللي قبلك بتلاقيه جاي يصعب عليك ويحاربك في أكتر وقت أنت محتاج فيه الدعم عشان تعرف تبدأ طريقك. يستلموك الأول كمبتدئ، فلازما تشتغل ضعف شغلك عشان تثبت نفسك، ولما يبقى عندك خبرة وتوصل في مرحلة متقدمة كده في حياتك المهنية وخلاص بقى تفتكر اللي انت وصلت، تلاقيهم بييجوا يقولولك انت لازم تطور من نفسك عشان حاجات كتير قوي وحاجات مختلفة. فبجد معلش لكل عاطف حوالينا، معلش بجد، وشكرا لعصام عمرو لانه قام بالدور ده بكل بساطة. تحس اخوك كده اللي انت عايز تطبطب عليه.